منذ تأسيسه سنة 2010 حرص حزب الخضر على إنجاح مشروع الأيكولوجية السياسية بعيداً عن المفهوم العام للبيئة، بل من خلال توجه الخضر في سياستهم نحو مشروع اجتماعي بكل أبعاده الحقوقية ذات صلة بالإنسان وارتباطاً بأمنه الغذائي وكذا الروحي. شعار الدورة هو دال جدا، لأنه هو انطلاقة جديدة تنظيمية وسياسية لضمان مغرب الأمن والأمان المستدام. انطلاقة سياسية جديدة إسهاما في ضمان مغرب الأمن والأمان المستدامة، كان شعار المجلس الفيدرالي للخضر، ما يبرز اهتمام هذا الأخير بالتطورات المجتمعية والسياسية التي يعيشها المغرب. على هذا المنوال سار الخضر منذ أزيد من 13 سنة، حيث لطالما كانت أبوابه دائما مفتوحة لضخ دماء جديدة في شرايين الخضر للمضي قدما بالمشهد السياسي بالمغرب. اليوم كنتواجدوا لعقد مجلس فيدرالي في دورته العادية تحت شعار دورة هي تنظيمية هيكلية بمعنى الكلمة، نسعى من خلالها لتجديد النخب وتشبيبها وكذلك تأنيتها، من نسعى إلى مقاربة النوع وكذلك الشباب لضخ دماء جديدة في الحزب. وانتم تتعرفوا السياق، لأنه نحن على بعد 15 شهر من الانتخابات التشريعية، فبالتالي إذا هي المناسبة شرط أنه يتم فرز وجوه جديدة لتقديمها للانتخابات إن شاء الله يعني لتمثيلنا برلمانيا وتشريعيا. حزب الخضر من بين الأولويات فاش كنذكروا على الأمن درنا في شعار ديال هذه الدورة ديال المجلس الفيدرالي، لأنه حنا في حاجة فعلا إلى الأمن والأمان، ماشي الأمن والسونستريك، ماشي الأمن الأمني، يعني الأمن الغذائي، الأمن الطاقي، الأمن في الماء. هذا الشيء كامل نجاوبك بسهولة. ترجعي للخطابات السامية ديال جلالة الملك، بالنسبة لنا احنا في حزب الخضر هي المرجع الأساسي للإجابة على هذه الاحتياجات. فمن طبيعة الحال هي توجيهات عامة ديال جلالة الملك، ولكن كتبقى كيفاش الترجمة ديالها إلى برامج شفري مرقمة، برامج مرقمة في مختلف القطاعات ديال السياسة العمومية. هذا الشيء هو اللي غنوجدوا له ابتداء من هذا الشهر رمضان المبارك كبرنامج انتخابي للانتخابات ديال 2026. التحسيس حول أهمية البيئة وحسن تدبير مواردها من خلال الدعوة إلى إعادة النظر في الاختلالات على المستوى الاستغلال وكذا الاستهلاك، رسم خريطة هيكلية موضوعية للواقع المعاش للمواطنين، كلها نقاط ركز الخضر على طرحها في هذا المجلس الفيدرالي من أجل الانطلاق منها لرسم معالم الطريق التي سيسير عليها الخضر.